ايه المقصود باعوجاج العمود الفقري في الكبار؟ تمام. احنا كبار هنقول ان احنا هنتكلم من فوق ال 40 سنه. فدلوقتي يعني اعوجاج العمود الفقري في الاطفال المراهقين احنا اتكلمنا عنهم في حلقات منفصله. دلوقتي الاعوجاج في العمود الفقري ظهر في الكبار، يعني ظهر هو في الكبار ولا مستمر؟ هو دي حاجه هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. فاحنا ممكن يكون ظهر في الكبار من الاول، ما كانش موجود قبل كده، اللي هو دي نوفو، وده بيجي نتيجه ان تاكل في الغضاريف اللي ما بين الفقرات على المفاصل اللي هو الفاسد جوينتس اللي ما بين الفقرات مع الوقت. يعني مثلا مثال اللي قدام حضرتك دي مريضه جايه وعندها حوالي 65 سنه، عندها اعوجاج في العمود الفقري. هل وهي عندها 40 سنه كان عندها؟ لا، ما كانش عندها. ده اسمه ديجنريتيف سكوليوزس، يعني اعوجاج في العمود الفقري نتيجه التاكل. وده الغضاريف بتبتدي تتاكل بالراحه زي اللي بيحصل لاي حد، لكن هي بتتاكل بصوره غير متناسقه، اسيمتريكال، فبالتالي الغضاريف بتبتدي تتحرك مع بعضها. الفاسد جوينتس اللي هي المفاصل الصغيره اللي ما بين كل فقره وفقره بيحصل فيها زي خشونه والتهاب، فبتبتدي برضو تميل. فمع الوقت العمود الفقري يبتدي يميل في اتجاهات مختلفه، وعشان الانسان يقدر يقف او يقعد مظبوط العضلات بتشد في الاتجاهات المعاكسه، فبالتالي الاعوجاج بيرجع تاني للنص تاني، فيبتدي يظهر الاعوجاج اللي هو الايه ديجنريتيف سكوليوزس. وده مؤلم جدا جدا جدا، لان هو بيصاحبه عاده انزلاقات غضروفيه، ضيق في القناه العصبيه، الام مزمنه. ودي الاشعه لكن هي مش واضحه قوي، ممكن نكبرها بس شويه بعد العمليه. لو حضرتك هتلاحظ ان احنا عملنا لها الاصلاح لاعوجاج العمود الفقري في الجزء بتاع الفقرات القطنيه بقى مستقيم تقريبا 100%. ودي علشان نحل المشكله اللي عندها اللي هي بتبقى الاعوجاج، الام مزمنه في الظهر، ضيق في القناه العصبيه، التهاب في المفاصل بتاعه العمود الفقري. ده كله بيبقى اللي هو بيعمل الاعوجاج بتاع العمود الفقري في الكبار اللي هو الديجنريتيف سكوليوسس. بس ممكن الاعوجاج ده يبدا معاه من الطفوله، هو عايش بالظبط. وده النوع الثاني اللي هو بيبقى ايه، هو موجود اصلا في سن المراهقه او في الطفوله، لكن ما كانش واضح قوي او كان درجته مش كبيره، وفضل مكمل معاهم لغايه ما بقى ظهر في سن الكبار. وده اللي بنقول عليه adult presenting idiopathic scoliosis. زي الحاله دي كان عندها تقريبا 40 سنه، وكان عندها اعوجاج لكن كان صغير شويه وهي في سن المراهقه، او اهملته وما رضتش تعمل عمليه، وفضل يكبر معاها لغايه ما وصل للمرحله اللي عمل لها ألم شديد. لما الكبار ما بيجوش عشان شكلهم معوج او عشان كتف اعلى من كتف، بيجي بصوره رئيسيه بألم او اعراض في ضيق في القناه العصبيه اللي هو عدم قدره على المشي فترات طويله والتهاب في الاعصاب الطرفيه. فالألم الشديد ده اللي خلاها تيجي تعمل العمليه، لان هي عندها غير تكافؤ للعضلات بتاعه العمود الفقري. طبعا واحده ست بيت بتشتغل في البيت وعندها عايزه تخلي بالها من ولادها، فمحتاجه قوه عضليه في ظهرها، فمش قادره تشتغل. فاللي جابها تعمل عمليه الالم الشديد في ظهرها. ولو بصينا على الصوره برضو هتلاقي الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل لها اصلاح للاعوجاج. وطبعا في السن ده العمود الفقري بيبقى الى حد ما يعني واخد على الوضع ده بقاله فتره طويله، فان احنا نرجعه ونخليه مستقيم 100% بيبقى يعني تشالنجينج او اصعب بكتير مقارنه بالاطفال. لكن ده بيبقى ضروري اكتر، حتى لان هو ده بيبقى الم مزمن اللي هو بنقول عليه يعني لو احنا بنعمله حاجه اسمها فاز سكور اللي هو بنشوف درجه الالم مقارنه زي 10 من 10 او 9 من 10، فدي بيبقى عندها الالم حوالي 8 او 9 من 10. ودي يعني فيديو زي ما هو واضح ان احنا بنتمشى في المستشفى تاني يوم بعد العمليه حتى في السن الكبير ده، لان المشي يعني الايرلي موبيلايزيشن ده من اهم المزايا بتاعه نجاح العمليه دي، ان احنا نقدر نتحرك بسرعه نرجع نمارس حياتنا بسرعه. على عكس المفهوم الدارج عند بعض الناس ان احنا نعمل عمليه في ظهرنا ده احنا هنرقد في المستشفى اسبوع، نقعد شهر على السرير ما بنتحركش. لا، احنا بنتحرك من تاني يوم على طول، نقدر نمارس حياتنا بصوره شبه طبيعيه في خلال 10 ايام اسبوعين يعني.